كيفكم يا حبايب القلب؟ اليوم رح نحكي عن منتخب سوريا، الشغل الشاغل لنا نحن كجمهور سوري. مثل ما شفنا اتحاد كرة القدم اعلن عبر صفحته عن اقامة مؤتمر صحفي للمدرب الارجنتيني هيكتور كوبر قبل خوض غمار نهائيات كأس آسيا. كلنا ناطرين هذا المؤتمر، كل الجمهور ناطر هذا المؤتمر ليشوف القائمة النهائية للاعبين اللي رح تخوض غمار كأس آسيا. رح يفاجئنا الارجنتيني هيكتور كوبر بمفاجآت ثانية، ما فاجأنا باستبعاد الكابتن عمر السومة. رح نشوف استبعادات ثانية من نجوم منتخب سوريا السابقين كانوا اساسيين بمنتخب سوريا، يعني هن حازين محلاتهم بالمنتخب. هلا مثل ما عم نشوف في اقاويل انه النجم عمر الخريبين ما رح نشوفه بالقائمة النهائية المشاركة بكأس آسيا. هلا هون السؤال اللي رح اطرحه انا على الكابتن هيكتور كوبر بالمؤتمر، ان هو استبعد النجم عمر السومة، هل استبعده هو كخيار فني ام كمشكلة شخصية صارت بينه وبين الكابتن عمر السومة؟ شفنا التصريحات النجم عمر السومة بعد قرار الاستبعاد، انه هو كان عم يصلي بين الشوطين، هو ما قعد على البنش مع اللاعبين، كان عم يصلي وبس طلع وقف على ورا البنش، يعني ما قعد مع اللاعبين الاحتياطيين. هلا السؤال، هل رح يكون عنده الجرأة الكابتن هيكتور كوبر ليقول السبب الحقيقي لاستبعاد عمر السومة؟ رح نشوف نحن وياكم كيف رح يكون المؤتمر، كيف رح يشرح لنا رأيه باللاعبين المغتربين اللي استدعاهم، إن كان نجم بابلو صباح ولا خليل ياس ولا هي ايهم اوسو. في لاعبين بالمنتخب انا برأيي يعني خلص انتهى دورهم، يعني يعطيهم العافيه، ما قصروا هن بالسنوات السابقه. هيكتور كوبر رح يعمل مفاجاه ثانيه، نوه على استبعاد الكابتن محمود المواس. ما شفنا الضجه اللي اخذها، مع احترامنا كبير ما قصر الكابتن محمود باي دعوه دعاها ولا باي بطوله كان فيها قدم مستويات، بس هلا متراجع فنيا بشكل كبير الكابتن محمود المواس. كمان شفنا له تصريح بعد الاستبعاد انه هو هلا كمان عم يفكر بقرار الاعتزال، وبكره رح يكون مع المنتخب وراح يساند اخواته اللاعبين. كل توفيق لمنتخب سوريا وللمؤتمر، وانطروني ببث مباشر بهذا المؤتمر يوم السبت الساعة 12 ظهر. اشوفكم بخير وشكرا لكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة طبعا، وبكبر فيكم يا حبايب القلب. شكرا كثير.